السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل فطير الرقاق اللي هو بنعمل منه صينية اللحمة المفرومة. هنعملها صينية لحمة مفرومة. على فكرة من نص كيلو أنا عملت 12 فطيرة رقاق. طيب تعالوا شوفوا هنعمل ايه. هنجيب طبعا دقيق، وهنحط عليه شوية مية، وهنحط عليه شوية ملح وشوية سكر، وهنعجن مع بعض عجن كويس. ونحاول بقدر الامكان ان احنا بعد ما نعجنه نملكه كويس، نحطه على الرخامة وملكي براحتك كده، ملكي حلو قوي لغاية ما ينعم في ايديكي. تسيبيه بقى يرتاح 10 دقايق 15 دقيقة اللي انت عايزاه. هنطلع نقطع العجينة حوالي زي ما يطلع معاكي 12 قطعة أو 10 قطع، اللي هيجود معاكي توصل لغاية 12 مثلا زي ما أنا وصلت. أوكي، جبنا طبعا الكورة، كورناها قد بالظبط اليوسفاية الصغيرة. وتفردي طبعا، تفردي لازم عشان خاطر يساعدك على الفرد الدقيق. افردي مرة بالنشابة الرفيعة ومرة بالنشابة الكبيرة، وبالطريقة دي هتطلعي الرقاق رفيع جدا وخفيف جدا زي ما انا هوريكي اهو. شايفين؟ بايديكي كده، ووسعي بايديكي الاتنين كده، انتوا لفاها على النشابة، وسعي كده وافردي، هتلاقيها وسعت معاكي وكبرت معاكي وخفت كمان. هنسخن الصاجة على النار، وهنحط الفطير. ادي اهو بيستوي. على فكره انا هكبر لكم الصاجه كده وعشان تشوفوا ازاي. شايفين الجمال؟ ممكن تعمليها في لبن، تكسري لبن تحطي جواه. ممكن تعملي صينيه بشاميل، صينيه رقاق باللحمه المفرومه. اهو شايفين اهو الصاجه، شوفوا انا عامله عليها ايه. دي مش صاجه يا جماعه، دي زي حاجه زي الصينيه كده، بس بنشتريها احنا مخصوصه للحاجات دي، مخصوصه للفطاير والعيش والكلام ده. شايفين الجمال؟ اهو شايفين الحلاوه طلعت ازاي؟ شايفين الجمال؟ لو عجبكم الفيديو، لايكات، اشتراكات، كلمة حلوة لماما حنون، ويا ريت تشيروا الفيديو. لايكات يا جماعة، لايكات أهم حاجة في الموضوع كله، اللايكات وتعليق جميل.